ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده كنت طالعه اكل البط واطمن عليه. لقيت الحمد لله البطه باضت. ودي اول مره يبيضوا. اول مره البيضه بتبقى صغيره شويه وغامقه شويه، بعد كده بتبدا تفتح وتكبر شويه. وانا كنت حاطه لهم طوبه في القفص وجنبه لان هما كانوا بيوقعوه عشان ما يعرفوش يوقعوا يعني ويبهدلوا الدنيا. وهما بيبيضوا من 6 قصدي من 6 ل7 شهور. يعني لو اتأخرت عندك شوية ما تقلقيش. وهنا كان فاضي. وانا قلت احط لهم الاكل والميه واصور لكم. وهنا ده كنت حاطه لهم ورق كرنب. وعلى ما اعتقد البطه السمرا دي اللي كانت بيضه لان هي كانت موسعه شويه عن الباقيين. وهم برضو بعد ما انا عملت الفيديو بتاع العلامات اللي بتظهر على البط ب10 14 يوم، اللي هو وشها بيبدأ يحمر شوية. من تحت كده في عظمتين بتلاقيهم وسعوا كده شوية عن بعض. يعني لو حطيتي صبعين كده هتلاقيهم واسعين. دي خلاص ان البط خلاص قربت تبيض. خشوا اتفرجوا على الفيديو. وانا باذن الله هعزلهم، هخلي انتيتين وذكر وانتيتين وذكر لان هما كده مع بعض مش هينفع. هحاول اقسم لهم الاوضه واعزلهم. وهي منها في الاول ممكن تبيض من 10 ل15 بيضه، مش زياده عن كده، او ممكن الله اعلم. بس هي منها اول مره مش هتديكي البيض اللي هو برضو. وهي بيبقى لما ازاي تعرفي ان هي خلاص قربت ترقد؟ هتلاقيه يعني عامله ريش كتير على البيض وخلاص كل ما تطلعي هتلاقيها راقده. اهم حاجه يا جماعه، يا رب اللي تعمل لايك تشترك في القناه، تشترك في القناه وتعمل لايك، ربنا يرضوها يا رب. وهي ممكن تبيض يوم ويوم او كل يوم. يعني لو بط عندك باضت وتاني يوم ما باضتش ما تقلقيش، ممكن تبيض يوم ويوم او كل يوم عادي على حسب البطه. في المرحلة دي يا جماعة البط بيحتاج أكل فيه كالسيوم عالي جدا، لأن الكالسيوم مسؤول عن تكوين قشرة البيضة. يعني تحطي قشر بيض مطحون، حجر الجيري، فيتامينات بقى في المية. وانا عاملة وصفة جميلة جدا للأكل اللي انا حطاله ده، ياريت تخشوا تتفرجوا على الفيديو. وعايزة اقولك على حاجة، ان بيض البط ما بيتشالش، لان هي المكان اللي بتبيض فيه بترقد فيه، فما تشيليش البيض بتاعها خالص، سيبيه زي ما هو. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني. مع السلامة.